احنا اشتغلنا بالحب والله، ولا واحد من العمال اشتكى. كلنا كنا شغالين ال 54 ساعة علشان القصر اللي احنا كنا بنصور فيه مرتبط بان احنا لازم نمشي منه. فالناس تكاتفت واقنعوني ان انا هشتغل 54 ساعة. تجربة لطيفة كانت بينا من 2014 تقريبا. كانت الفكرة موجودة واتكتب والفيلم كان هيتعمل أكتر من مرة، بس نظرا طبعا رمضان كان مشغول طول الوقت لغاية ما جه فجأة كده خطفني، يلا يا سمير نعمل الفيلم ده. تقريبا مضيت الفيلم يوم السبت، ابتدينا تصوير الخميس، عملت ابديت للفيلم وكده وربنا وفقنا فيه. فيلم اكشن لايت كوميدي، في خط رومانس لطيف. مش هقدر اقول اكتر من كده عشان مش هنحرق الموضوع، وانتوا هتخشوا تتفرجوا وانتوا بقى اللي تقولوا لنا رايكم. هي الفكره بتاعت الاستاذ محمد سمير مبروك، وتم تطوير الفكره اللي تتبعت بقى والشكل الاحداث عموما الاستاذ محمد سامي. انا سيناريو حوار يعتبر. لا عملنا، كنا مركزين اكتر حاجات يبقى فيه خطوط كوميدي، ورمضان طبعا دمه خفيف جدا فهو اوتوماتيك لوحده، يعني نبقى كاتبين حاجه ويحط حاجه ثانيه، نزود دايما الحته بتاعت رمضان كده. عملنا خط رومانسي لذيذ. يا بصي هتشوفي رمضان بشكل جديد، هي دي كانت اهم حاجه. فكره الفيلم هو عباره عن ميشن، يعني الفيلم كله عباره عن ميشن ان انت تقدميه في الوقت القصير ده بالكواليتي العالي اللي احنا متعودين ان احنا نقدمه دايما. فدي كانت الصعوبه، المعادله الصعبه، ان انت تقدمي فيلم بتصوريه في 25 يوم او 30 يوم، بتقدميه بكواليتي عالي جدا. دي التارجت اللي احنا كنا بنحاول نحققها، والحمد لله حققناها. ان الناس هتشوف فيلم مهم جدا بكل تفاصيله، بكواليتي عالي جدا، من كل تنفيذ الاكشن اللي فيه، من الدراما، من الرومانس، من الكوميدي. كل الممثلين وكل الناس عملوا مجهود كبير جدا، من كرو الانتاج، التصوير، الاخراج، الديكور، الصوت. كل الحاجات دي كانت مهمه جدا. الناس كلها تعبت جدا في الفيلم عشان نقدم المعادله الصعبه اللي احنا قدمناها، واحنا كلنا كنا قدها الحمد لله. هو دور فيه تمثيل، مساحه مش كبيره، موضوع حلو، شغال مع فنان ليه جماهيريه كبيره، طلع ابوه والموضوع حلو يعني كفيلم. يعني مشاركتي في الفيلم مبسوط بيها جدا، اني بشتغل مع رمضان لتاني مره. انا بعمل شخصيه اسمها مرتضى. المفترض ان الشخصيه دي الدراع اليمين لاستاذ محمود حميده، واكيد انا واستاذ محمود حميده فاستاذ يعني محمد رمضان الناحيه الثانيه، فاكيد في بقى هو مبسوط جدا بالمشاركه مع نجم كبير زي محمد رمضان. ومحمد يعني شهادتي فيه مجروحه، صديق عزيز ومجتهد ويستحق بجد كل حاجه حلوه محصله له. خطوه التمثيل كانت بالنسبه لي مفاجاه. ابتدت بأول مرة بدور صغير في فيلم مع المخرج الجميل رامي إمام، فضل ونعمة. والدور موجود في هارلي، دور مختلف جدا. بس تامر بتاع العربيات، وسط عربياتي، وسط كل حاجة بعملها، وطالع انا صديق لهارلي. مش عايز احرق لك الاحداث، بس في كام حاجه حلوه بتحصل. يعتبر تاني فيلم ليا، الحمد لله. اتشرفت ان انا شاركت الفنان الكبير محمد رمضان في فيلم زي ده. دوري دور رامي، صاحب هارلي روح بالروح، وبنشوف شويه احداث لذيذه كده. ادعي لي بس يا رب تبقى حلوه يعني ان شاء الله. فكره الاستعانه بدوبلير ده شيء طبيعي جدا، لان الممثل ما بيقدرش يعمل كل حاجه. بس يمكن انا اشتغلت مع استاذ محمد رمضان في كل حاجه، هو بيعمل كل حاجه. يعني هو راجل بيتمرن كويس، بياخد دورات، بيذاكر، بيجي البروفات. هو خلاص ما بيحتاجش الدوبلير. يعني لسه ما جاتلوش الحاجه اللي اقدر اقول لك لا استاذ محمد رمضان ما قدرش يعملها. هو شاطر جدا يعني هو تقريبا انا في وجهه نظري يعني هو النجم الوحيد اللي في مصر ما استعنش بدوبلير في حاجه خطر. انا ممكن استعين بدوبلير يمشي بظهره واشوفه من بعيد، يركب عربيه، يسوق، مش عارف ايه، يعمل درفتايه. لكن اشوف دوبلير لنجم في مشهد خطر، تقريبا استاذ محمد رمضان على انا ما شغلي معاه ما استعنش بدوبلير. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.